صوت العرب من القاهرة. عندما تنتهي الفلسفة يبدأ العلم، ومن حيث ينتهي العلم يبدأ الخيال العلمي. من الخيال العلمي يحلق فيه معكم صلاح معاطي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة من الخيال العلمي. يبدأ العلم من حيث تنتهي الفلسفة، ويبدأ الخيال العلمي من حيث ينتهي العلم. فالفلسفة قديما كانت وسيلة من وسائل التفكير العلمي، ومع تقدم العلوم برز لون جديد من الأدب جمع بين العلم والأدب. كان حلقة الوصل بين الفلسفة من حيث كونها أسلوبا من أساليب التفكير العلمي، وبين العلم من حيث كونه تطبيقا للأفكار الفلسفية والعلمية لتتحول بعد ذلك إلى حقائق علمية. هذا اللون الجديد عرف فيما بعد باسم أدب الخيال العلمي. والخيال العلمي كما يعرفه نهاد شريف رائد أدب الخيال العلمي في مصر والمنطقة العربية هو تناول التقدم العلمي من خلال أحداث درامية تعتمد على المزج والمصالحة بين الأدب والعلم، فالأول قائم على الخيال والثاني قائم على التجربة. هو باختصار التوفيق بين النشاط الخيالي والنشاط العلمي للإنسان، وهو نوع أدبي يتضمن إبداع الخيال وقدرته على التنبؤ بالإنجازات والابتكارات العلمية والزوار القادمين من الفضاء والسفر عبر الزمن واستيطان الفضاء والكوارث بأنواعها والمدن الفاضلة. وبالطبع هناك تصنيفات لأدب الخيال العلمي عديدة، كما تتنوع الألوان الأدبية الأخرى بين ما هو سياسي واجتماعي وتاريخي وفلسفي. ينقسم أدب الخيال العلمي بدوره إلى عدد من التقسيمات، فهناك خيال علمي سياسي يقوم على المعطيات السياسية الحالية، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة قوة واحدة على العالم بدأ العالم يبحث عن قوى جديدة تواجه هذه القوة الوحيدة، فجاءت أحداث 11 من سبتمبر لتكون تعبيرا عن هذه الرغبة، ونظر الغرب إلى الإسلام على أنه مصدر الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلام العالميين. من هنا بدأ التفكير في تطوير استخدام الأسلحة المستخدمة لتتعاطى مع الواقع الجديد، وتعتبر رواية الأزمان المظلمة لكاتب الخيال العلمي السوري الدكتور طالب عمران من أكثر الروايات التي تنتمي إلى هذا التصنيف. هذه إحدى روايات الخيال العلمي الساخنة التي اهتم بها المؤلف اهتماما خاصا، فاستوحاها من الأحداث المؤلمة التي مر بها العالم في تلك الفترة، فيستشفها الكاتب بطريقة مثيرة يمتزج فيها الخيال بالواقع، وتحكي عن هموم الإنسان وخوفه من المستقبل وسط عالم مضطرب يسود فيه جبروت الطغيان، وذلك للوصول إلى فوائد علمية وأدبية وتربوية في حبكة مشوقة تثير لدى القارئ الفكرة والتأمل وتمده بالمتعة في القراءة. سوف نتناول الآن هذه الرواية من خلال هذا اللقاء مع كاتب الخيال العلمي السوري العربي الدكتور طالب عمران. دعنا نتحدث عن رواية يمكن من أحدث الروايات، وهي روايتك الشهيرة الأزمان المظلمة. رواية الأزمان المظلمة يمكن تتحدث عن عالمنا اليوم. ممكن تعطينا فكرة سريعة
على هذه الرواية؟ هذه الرواية هي طبعا رواية من الخيال العلمي، تتحدث عن تصور لقرن بدأت ملامحه في 11 من الشهر التاسع، يعني في 11 سبتمبر. ماذا يخططون لنا وماذا سيفعلون بنا خلال هذا القرن؟ طبعا هي ليست رواية سياسية بقدر ما هي ايضا رواية علمية، فيها نوع من الاستشراف العلمي والسياسي والجغرافي وكل شيء يمكن ان تقول في هذا القرن الذي بدأ صاخبا خطيرا مع احداث 11 من سبتمبر. رواية مكونة من 4 فصول، حوالي 450 صفحة من القطع الكبير، صدرت عن دار الفكر اواخر عام في سوريا عام 2002 قبل اجتياح العراق. معنى هذا انها كتبت ايضا قبل 11 من سبتمبر. نعم، انا كنت اتصور ان شيئا ما سيحدث في العالم، وتوقعت ان تكون هناك حروب واغتيالات، ولم اتوقع ان تكون هذه التنبؤات كما يمكن ان نقول التنبؤات علمية من الخيال العلمي، يعني كما حدث، ان تفرز العالم، ان تفرز الناس في هذا العالم فرز خطير وربما وحشي غير طبيعي. الرواية مكونة من 4 فصول كما قلت. الفصل الأول هو البناؤون الأحرار. البناؤون الأحرار يتحدث عن الماسونية العالمية، كيف تبني بأدرعها الأخطبوطية هذا العالم الصعب الذي يسيطر على كل شيء أيضا في كوكبنا، وكيف يمتهنون كرامة الإنسان ويستعبدونه بشكل ما. ثم الدخول في عالم الغد الفصل الثاني. بطل الرواية يدخل في عالم مختلف عندما تصطاده جمعية البنائين الأحرار وتسيره بطريقة ما ليكون عبدا لنزواته ولمتعته أيضا، وعبدا حقيرا لأولي الأمر أيضا الذين يتحكمون بالماسونية. ثم فيما بعد يتعرف على أن المركز الذي سلموه له هو مركز بدون أن ينتبه يقتل الناس ويميت الكثيرين. لذلك يبدأ بكبح جماح هذا الانفتاح غير العادي على المتعة، يكبت نفسه بشكل ما ثم يغير من طبيعته ليعود إلى صفائه الأولي وهو أستاذ جامعي، ولكن وجد نفسه متورطا بشيء لم يستطع على الأقل أن يقاوم هذا الشيء. الدخول في عالم الغد هي مرحلة أحلام للبطل الآخر للقصة، الذي يحلم بأن الأيام المقبلة أيام تنذر بكوارث، تنذر بمشاكل عالمية، أزمات عالمية اقتصادية، أزمات أوبئة، أزمات ربما أيضا في الحروب الاستباقية للقوة العظمى. دعني أسألك سؤال يا دكتور، هل العلامات الكارثية التي تظهر من حين لآخر هل هي نسبية؟ يعني هي كارثية بالنسبة لبعض الأشخاص ولكنها مفيدة قد يستفيد بعض الأشخاص منها؟ لا، هذه الكوارث هناك كوارث طبيعية، زلازل، براكين، انشقاقات، انجرافات في التربة، تصدعات في المنازل ربما بصنع الإنسان أحيانا، وهناك كوارث أيضا أخرى تصنعها القوى المدمرة في العالم، القوى المسيطرة، وهي قوى قديمة جدا. من قبل كان هناك قوتان، الفرس والروم، صراع كبير. قبل الفرس والروم كان هي صراعات على الممالك الصغيرة بين الممالك التي كانت في بلاد الرافدين وفي سوريا ومصر،
بلاد الشام ومصر. ثم فيما بعد أصبحت هناك قوى أيضا تتقاتل باستمرار. كان هناك قوتان باستمرار حتى بعد الحرب العالمية الثانية أيضا كان هناك قوتان، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة برزتا بشكل واضح. من قبل كانت بريطانيا وفرنسا، ثم فيما بعد الآن القوة العظمى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هي القوة العظمى الوحيدة المسيطرة، وبالتأكيد ستأتي هناك قوة مناوئة لها. وبدأت هذه القوة بالظهور إلى حد ما. في روايتي توقعت أن تكون هناك أحداث كارثية، وتحدثت أيضا كيف صنعوا 11 سبتمبر. 11 سبتمبر صنع عندهم، لم يكن حقيقة، صدقه البعض وآمن به، ولكن هذا التصديق غير صحيح. يعني في اعتقادي أن ما حدث في 11 سبتمبر من ضرب البرجين كان مبرمجا. الحديث صعب عن تفصيل أسباب هذه البرمجة. أيضا في هناك فصل اسمه ديدان الموت. الجيش القوى العظمى، جنود القوى العظمى الذين ينتشرون في كل مكان كالديدان، يقتلون وينهبون، وكما صنعوا في مناطق كثيرة في العالم. يعني اجتاحوا أفغانستان، قتلوا الكثيرين هناك. أيضا اجتاحوا العراق، مزقوا العراق، قتلوا الكثير من أبناء الشعب العراقي. هناك أيضا حروب أخرى قادمة مبرمجة، ربما ليس بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، ثم بعد 10 سنوات، لكن الحروب القادمة هي عنوان العصر، حروب استباقية. أيضا أعتقد أن ما يحدث الآن هو أشبه بألعاب الأثاري مثلا. لا، ليس إلى هذه الدرجة. كل شيء في العالم مبرمج، ولكن هذه البرمجة تختلف عن برمجة الألعاب التي يلعبها الأطفال. هي ألعاب خطيرة ووحشية، وألعاب تمتهن كرامة الإنسان وتسحق الإنسان أحيانا دون اهتمام بالنزعة الخيرة، لأن هذه النزعة الخيرة بدأت تفتقد إلى الوجود. عصر الدوائر الضيقة بدأ يضيق ويضيق ويضيق، تضيق الدوائر على الإنسان. كانت الدائرة تسعى الإنسان الحي والمدينة وربما البلد، ثم أصبحت تضيق حتى أصبحت تنغلق على العائلة والأسرة الصغيرة، ثم على الفرد نفسه. يعني هذا شيء غير عادي. هناك فصل أخير في الرواية اسمه زمن القوارض والأوبئة المبرمجة. القوارض سميت أنا الذين تبعهم أمريكا في الأماكن التي يستطيعون فيها أن يكونوا أصحاب قرار، سميتهم بالقوارض. يعني قارض أفغانستان، ثم القوارض الأخرى التي أتت، والأوبئة المبرمجة. تحدثت أيضا عن أوبئة تصاب بها الطيور. تحدثت عن أوبئة تأتي إلى الإنسان عن طريق الأمراض الصدرية، عن طريق تلوث السوائل المياه، عن تلوث في الضباب الدخاني، أوبئة مبرمجة. أيضا يضعون ديدان للزواحف في البرك وفي الأماكن الآسنة، تفقس هذه الزواحف وتنتشر بكميات كبيرة، وهي زواحف مخصبة، يعني مخصبة في اللعب بالجينات، عن طريق اللعب بالجينات. تحدثت كثيرا عن غوانتنامو وسجناء غوانتنامو، وكيف تجرب عليهم كل الطرق التي تجعل منهم فئران مخابر حقيقيين. يعني كيف تستخدم الهندسة الوراثية عليهم، كيف تستخدم الأسلحة الجرثومية، كيف تنتزع منهم بعض الأعضاء التي تركب البديلة لأعضاء تالفة في ناس آخرين. يعني هذه الرواية سميتها الأزمان المظلمة، وأنا أعتقد أننا بدأنا منذ 11 من الشهر التاسع ندخل في عمق هذه الأيام الأزمان المظلمة دون أن ننتبه ونهتم. نحن الآن نعيش حالة من القلق والتوتر في كل مكان في عالمنا العربي والإسلامي. نحن نعود إلى فكرة اليأس، نحن يائسون، وهذا اليأس غير صحيح وغير منطقي. الإسلام ليس دينا منغلقا، الإسلام هو دين منفتح على كل الاتجاهات، يستوعب كل شيء الإسلام.
المشكلة الكبيرة التي يعني نعاني منها نحن ككتاب خيال علمي في الوطن العربي، أننا لا أحد يهتم بأن هذا النوع الهام جدا من أدب الخيال العلمي أو من الأدب، يعني هذا النوع من الأدب هو يجب أن يكون اهتماما شاملا لكل صناع القرار في الوطن العربي. ربما كان في مصر الوضع مختلف عن بقية الأقطار العربية، ولكن ما ينفق من أموال كثيرة. طبعا الموضوع ليس سهلا أن نتحدث عنه بهذه العجالة، ولكن نحن نعاني كثيرا كمبدعين من اهتمام صناع القرار بالإبداع بشكل عام. عندما يكون المبدع حقيقيا له نزعة إنسانية، لا يهتم بمتعته ولا يهتم أيضا بمكاسبه، فإنه يكون صمام أمان لهذا صانع القرار عندما يكون إلى جانبه. يعني أنا أطلب الرحمة إن شاء الله لنهاد شريف، وحاولت بطريقة ما أن أقدم الكثير من الملفات عنه، وأتحدث دائما في ندوات مستمرة عنه. هو رائد حقيقي، ربما كان هادئا أكثر من اللازم بسبب طبيعته الهادئة. أيضا نحن نحاول أن نشاغب حتى نضع لأنفسنا مكانا تحت الشمس، مع أن الشمس تجاوزتنا بمراحل. يعني نحن العرب مع الأسف ندخل الآن في نفق مظلم، لا نعرف هذا النفق المظلم سيودي بنا إلى أين. نحن نعاني كثيرا، وكل ما نجده الآن، أنا لدي رواية طبعا اسمها الأزمان المظلمة، تحدثت عن هذه الأنفاق التي نحن دخلنا فيها الآن، ولا نعرف إن كان هناك أضواء في نهاية النفق أم لا. المهم لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن أعود إلى موضوع الخوارق. عندما قرأت رواية حرب العوالم لويلز، مباشرة عاد إلى ذهني الليزر، لأن كل ما موجود من المريخيين الذين أتوا إلى الأرض وحاولوا أن يحتلوا منطقة معينة كانوا يستخدمون أشعة حارقة، ولم تكن عندما صدرت هذه الرواية لم تكن أشعة الليزر قد اكتشفت. أشعة الليزر اكتشفت عام 1960، اكتشفها مايمان كمصدر شديد للضوء، يمكن تكثيف هذا الضوء لدرجة أنه يستطيع أن ينتقل بهذه الكثافة ليؤثر بشكل مباشر على كل المواد، حتى أنه يمكن أن يحرق أيضا، يمكن أن يدمر. هناك مدفع ليزري، هناك أيضا أسلحة ليزرية. الليزر يستخدم في كل مكان حسب تركيزه وحسب أيضا دقته. الخوارق في الخيال العلمي مرفوضة تماما، والذي وضع الإنسان الخارق إذا عدنا بشكل دقيق نجد أن الصهيونية هي أول من تبنت فكرة الرجل الخارق. سوبرمان الذي صور فيما بعد، أن في التوراة موجودة الإله يهوه الخارق الكبير، هو الذي يعطي أيضا لهؤلاء أيضا لأتباعه ومريديه هذه الطبيعة الخارقة، لأنه اليهودي في داخله أيضا، أنا أقول اليهودي الصهيوني في داخله موجود أنه خارق يستطيع أن يفعل ما يشاء. هو قال لهم يهوه، طبعا هو بعيد عن الإله الذي نعرفه، قال لهم دمروا اعملوا كل شيء مباح لكم، كل شيء من الجويين مباح لهم، يستطيعون أن يفعلوا به ما يشاء، والأرض لكم تستبيحوا ما تشاءون منها، كل شيء من البشر لكم تحت ملككم عبيد لكم إلى آخره. يعني كل المواضيع الخارقة التي نتحدث عنها الآن هي غريبة عن الخيال العلمي. الخيال العلمي هو خيال إنساني يهتم بمشاكل الإنسان المستقبلية، يهتم بتلوث البيئة، يهتم بأفكار لها علاقة بنزعة الإنسان للسيطرة التي يمكن أن يشكمها بشكل ما، أن يحد منها. يستطيع هذا الكاتب الخيال العلمي الذي يضع الإنسان وهموم الإنسان المستقبلية نصب عينيه أن يفكر بمستقبل الإنسان. ونحن نعيش في عصر علم، في هذا العصر هناك اتجاهان، اتجاه مدمر واتجاه يحل مشاكل الإنسان. الاتجاه المدمر يزداد باستمرار، وأنا أعتقد أن كل التقنية تستخدم الآن باتجاه تدميري أكثر بكثير من حل مشاكل الإنسان. أقول أنا خائف على الأطفال من السنوات المقبلة، لأن وأنا أركز على موضوع الخيال، أصبح خيالهم بعيدا عن إمكانية ترجمة هذا الخيال
إلى وقائع، يعني لا يستطيع الطفل الآن إلا عن طريق ألعاب. هذه الألعاب تأتي إليه تعوده العنف. هي ليست موجودة في أوروبا، ليست هناك ألعاب عنف في أوروبا، ألعاب عنف في الوطن العربي بشكل عام. هذه الألعاب العنف تعود الطفل العنف. يطبعون في أوروبا 100,000 نسخة 200,000 نسخة من الكتاب، نحن نطبع الآن 1000 نسخة، ربما 5 سنوات قد تحتاج حتى تنفذ هذه الطبعات. الآن الجيل أصبح كل إنسان لديه كمبيوتر في البيت. هذا الكمبيوتر ألغى المكتبة وألقى المكتبة في الخارج. أنا أتحدث عن الأسر الحديثة، ليست هناك مكتبات، الكتاب غير موجود. أصبح عدم وجود الكتاب في البيت جعل الأطفال هناك يعني غربة حقيقية يعيشونها بعيدا عن الخيال الحقيقي. الخيال يأتي من الكتاب ولا يأتي من الكمبيوتر والألعاب. كل شبان العالم في الفترة الحالية هم لا يقرؤون، وإنما لديهم شيء آخر غير القراءة. يهتمون بكرة القدم، ألعاب كرة القدم، فرق ريال مدريد أو فرق إيطاليا، مثلا ريال مدريد أو برشلونة أو الفرق الإيطالية، كرة القدم وغير كرة القدم. يهتمون بفرق ليست لنا علاقة بها مباشرة. هكذا عندنا في طفولتنا، لأن مصر بالنسبة لنا كانت هي الأصل. نحن نتعلم من مصر، هي أم الثقافة وأم الدنيا كما تقولون. لذلك نحن نعرف العقاد، نعرف محمود تيمور، نعرف نهاد شريف من مصر. نحن لم نتعرف على هؤلاء من خارج مصر، نحن غرباء عن أدب المغرب العربي. نتعرف على محمد ديب أو حتى عن حليم بركات، نتعرف من خلال الترجمات لهم. يعني نعيش في غربة حقيقية، ونحن نشهد أطفالنا الآن يعانون من التقنية لأنهم تشبعوا بهذه التقنية. وأنا لدي رواية اسمها الأجيال الرقمية، أنا أتحدث فيها عن هؤلاء الأجيال الذين ارتبطوا بالآلة وأصبحت الآلة جزءا منهم. الموبايل فيه ألعاب كثيرة، الكمبيوتر فيه ألعاب كثيرة أيضا الإكس بوكس وغيره. من كل الألعاب الموجودة تجد الطفل يعاني الأب كثيرا حتى مع طفله حتى يأتي بهذه الألعاب إلى بيته دون أن ينتبه إلى أن صندوق بندورة يحضر صندوق بندورة إلى هذا البيت. يعني عندما تخلينا عن الكتاب، وهذه مشكلة الآن في مصر، لا يعانون كثيرا مثلنا. كل الوطن العربي يعاني الآن. 700 محطة عربية، فيها 650 محطة فضاء عربية، أفلام وغيرها. أفلام أصلا هذه الأفلام التي تعرض في قنوات الأفلام الموجودة هي أيضا لا تثقف ولا تربي. وهناك أيضا 50 أيضا قناة تكفر الآخر وتلغي الآخر. وهذه حقيقة. مال النفط ينفق في اتجاهين: اتجاه مع الأسف متطرف أقصى، ربما قريب من الإباحية، واتجاه أيضا أصولي متطرف يلغي الآخر. يعني من ينفق هذه الأموال بهذه الطريقة لا يريد خيرا لهذه الأجيال العربية أبدا. كل يوم محطة تأتي، قد تكون دينية أو تكون فيديو كليب، واحدة منهم. المحطات الإباحية في أوروبا ينفق عليها أيضا من نفس الأموال العربية الموجودة. يعني نحن الأطفال العرب يعانون معاناة غير عادية أبدا. يعني نحن أنا قلت قبل قليل نحن نمر بأنفاق مظلمة. الأجيال القادمة هي أجيال أيضا ستعاني كثيرا كثيرا في المستقبل، لأنها يريدون أن يقطعوا الذاكرة التي كانت لنا بماضينا، ويحضروا ماض يختلف عن ماضينا بشكل ما. نحن في كل ماضينا كنا نعيش دون أن نلغي بعضنا، نعيش في محبة وألفة موجودة، وهذه الألفة موجودة من آلاف السنوات، منذ الحضارات الفينيقية والفرعونية وغيرها حتى الحضارة العربية التي أنتجت أيضا خليطا كان متجانسا من العرب. لم يكن هناك أي تفرقة. الآن نحن نعاني بشكل آخر. هذه الذاكرة بدأت تضرب بشكل غير عادي. نحن شيء يعني نبحث عن شيء ما يربطنا، فنجد الآن الذي يحدث سندخل في أنفاق لا نعرف أين ستنتهي. يعني هناك شيء مبرمج، وليست نظرية مؤامرة كما يقال، لنا لضرب المنطقة
ضربا من الداخل، ليس ضربا مباشرا فقط، وإنما ضربا للذاكرة وللعقل. لأن العقل عندما تأتي بقبض التراب من هذه الأرض الموجودة في كل البلاد العربية، يمكن أن ترى الكثير من الأفكار ضمن هذه قبضة التراب. هذه نتيجة إنسان توفى وترك أفكارا في هذه الأرض. موجودة الأفكار موجودة، ولكن نحن مقبلون على مع الأسف على مستقبل شديد القدامة. وأنا لست يعني لا أقول عن ذلك بشكل متشائم، لا، أنا متأكد أن القادم ليس سهلا أبدا علينا، ولا أرى ضوءا في نهاية النفق. وقلت ذلك قبل 10 سنوات، وأنا أرى كل شيء ينهار بالتدريج. هناك شيء، يعني أنا أرى قساوة المستقبل القادم ليس فقط بالنسبة لسوريا. لماذا؟ لأن سوريا تقف ضد إسرائيل مثلا، ولكن هذه الفكرة المنتشرة في العالم العربي والمشاركة كلها في ضرب كل مخزون هذا التراث الموجود في الوطن العربي. أنت تضرب تراثا هائلا من الحضارة التي كانت يوما ما علمت كل الغرب. يعني إذا أردنا أن ندخل فقط بمعلومات بسيطة بالحضارة العربية، نقول أن ليس نيوتن الذي سقطت عليه التفاحة هو الذي ابتكر قانون الجاذبية، لا، القانون الجاذبية عرفته الحضارات السابقة في بلاد الشام أو في مصر. وأيضا قوانين التحريك لم يعرفها نيوتن. نيوتن كان يتقن العربية كما نتعلم الإنجليزية الآن، هي لغة الحضارة. كانوا يتعلمون العربية ويأخذون منها ما يشاءون ويدعون أن هذه نظريات، هذه حقائق. بعدين لماذا أنا ألغي الآخر؟ في آية بالقرآن مكررة أكثر من مرة لا أحد يذكرها أبدا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تستوعب الآخر بشكل غير عادي. الآن التطرف 73 فرقة ناجية و72 في النار. من أين أتيت بهذا؟ الإسلام لا يقول هذا. هذه الإطلالة الرائعة للدكتور طالب عمران بتؤكد على شيء، إن أدب الخيال العلمي لا ينفصل عن الواقع. إذا كنا احنا بدأنا حديثنا عن أدب الخيال العلمي ودفع بنا هذا الحديث إلى السياسة وما يحدث في سوريا وما يحدث في مصر وما يحدث في الوطن العربي، فده يؤكد على أن الآداب كلها، بل إن الخيال العلمي نحن نعيش فيه. يعني الرجل الخارق نحن نراه في كل مكان، حتى في أعمالنا، حتى في العمل. يعني حتى البلطجي الآن يستعمل بعض هذه الصفات التي ننبذها في قصصنا حتى. شكرا لكم، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من برنامج من الخيال العلمي. من الخيال العلمي. يحلق فيه معكم صلاح معاطي.